السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ شايفين الشاورما الخطيرة اللحمة دي؟ هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا والطعم رهيب. بجد طعمها جميل جدا، احسن طبعا من بتاعة الشارع، مفيش مقارنة. غير ان انا كمان حطيت كده تاتش سوري علشان تطلع معايا ميكس شاورما مصري بالعيش السوري. طعمها جميل قوي وخفيفة كمان للناس اللي مش عايزة تاكل شاورما وتبقى تقيلة عليها، هتكون خفيفة وطعمها غني جدا وبهاراتها مظبوطة بالظبط. وطعمها زي الشاورما المصري اللي كلنا بنحبها، طعمها خطير. لازم تجربوها بالطريقة دي على ضمانتي، وعلى طول هتعملوها بنفس الخطوات دي. يلا بينا نشوف الطريقة والتوابل مع بعض. اول حاجة عندي هنا بولة هنزل فيها نص كوباية من الزبادي. انا كان عندي زبادي خالي الدسم، بس ممكن تستخدموا عادي كامل الدسم او لبن رايب. اي حاجة متوفرة عندكم من دول هتنفع معانا جدا علشان تفتح الانسجة بتاعة اللحمة عندي وتخليها دايبة معانا. وبعد كده معلقة من العسل الأبيض، معلقة صغيرة من العسل الأبيض، برضو العسل بيفتح كده معايا الأنسجة، وممكن مكانها نص معلقة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. أنا هزود الملح تاني، وكمان رشة من البهارات أو بهارات مشكلة أو بهارات لحمة أو بهارات شاورما اللي متوفر عندكم. شوية من الجنزبيل، شوية توم باودر، ورشة بسيطة قرفة. أنا هشيل كمان القرفة، زادت مني هشيلها. وبرضو رشة من الشطة. كل دي توابل، ممكن تزودوا كمان التوابل اللي انتوا بتحبوها. التوابل دي حاجة اختيارية على حسب ما انتوا بتحبوا. انا حطيت جنزبيل، في ناس مش بتحبه ممكن تشيله، اللي ما بيحبش برضو القرفة ممكن يشيلها. وهقلب بالشكل ده الخليط كويس جدا. والكمية دي على نص كيلو لحمة، لو انتوا جايبين اكتر من نص كيلو ضعفوا الكمية. وبقلب كده الزبادي واتأكد ان البهارات كلها دخلت معايا. وحطيت كمان معلقتين من الخل الابيض. وجبت عندي هنا اللحمة متقطعة، انا خليت الجزار يقطعها لي من اللحمة الانتركوت علشان تكون ناعمة معايا، وخليتها يقطعها لي شاورما اللي هي طويلة ورفيعة. ممكن انتوا تجيبوا عادي بفتيك وتقطعوه تقطيعة شاورما او اي لحمة. بس اهم حاجة ان هي تكون ما فيهاش دهون كتير علشان تسهل علينا واللحمة تستوي بسرعة معانا في التتبيلة. انا ببتدي احط اللحمة عندي واقلبها كويس، هي عشان كانت مجمدة كان في حتت بس ماسكة نفسها عشان كانت اللحمة في الفريزر. هسيبها في التتبيلة. مهم بقى ان هي تقعد معايا في التتبيلة مش اقل من 4 ساعات. يعني ممكن نعملها من بالليل ونسيبها ونعملها تاني يوم الصبح. مهم جدا ان اللحمة تقعد في التتبيلة علشان تفتح معايا الانسجة وتبقى طرية، عشان الناس اللي بتعمل الشاورما وتشد معاها، هي العيب ان اللحمة ما عادتش كويس في التتبيلة وما حطيناش عليها الخل والزبادي والعسل. الحاجات دي 3 حاجات مهمة جدا في الشاورما اللحمة. عندي هنا غطا البولة بتاعتي وهحطها في التلاجة وهسيبها بقى على قد ما اقدر. انا كنت عملتها من بالليل وسبتها وعملتها تاني يوم على العصر، فكانت معايا اللحمة دايبة جدا زي ما انتوا شايفين كده. وممكن كمان تزودوا البهارات لو انتوا عايزين. انا حطيت البهارات دي كانت طعمها مظبوط بالظبط. عندي هنا طاسة سخنة كويس جدا، لازم الطاسة تكون سخنة. وكمان يفضل ان هي تكون تيفال، لو مش تيفال لازم نحط زيت كويس جدا. الطاسة دي لازم نسمع الصوت ده، لازم اللحمة تنزل تاخد صدمة علشان الأنسجة بتاعتها تقفل وتنزل ميتها على مهلها. أنا ما حطيتش ولا ليا ولا دهون ولا زيت ولا سمنة، علشان أنا استكفيت بالدهون اللي في اللحمة البسيطة دي، وأنا عايزاها تبقى خفيفة. لكن لو عايزينها تبقى دسمة حطوا معلقة كبيرة من السمنة أو معلقة كبيرة من الزيت على سمنة، او حتة ليا لو انتوا عندكم كده تسيح شوية. بعد كده تنزلوا اللحمة تاخد صدمة. بنسيب اللحمة بقى تنزل ميتها. بنوطي النار شوية، بتبقى في الأول على العالي، بعد كده بنخليها على الوسط. وبنبتدي نحضر معانا بقى صوص الطحينة. حطيت معلقة كبيرة من الطحينة، معاهم رشة من الكمون، وكمان رشة من الشطة، وهحط رشة حاجة بسيطة من الملح. انا مش هملح قوي الطحينة علشان انا عاملة في الشاورما بهارات كتير، فالطحينة تكون حاجة كده طعمها بسيط معاها.
حطيت كمان معلقتين كبار من الزبادي على معلقة الطحينة وهقلبهم كويس جدا، وهنزل بمعلقة من الخل او ممكن عصير نص ليمونة، وزودت مية دافية، وهقلب الطحينة مع الزبادي مع بعض كده لحد ما يكون عندي قوام بالشكل ده. كده الطحينة مظبوطة عندي وطعمها لذيذ جدا. اعملوا الطحينة بالزبادي بيبقى طعمها خفيف، وكمان تنفع تبقى لايت علشان الناس اللي بتعمل دايت. زي ما انتم شايفين كده اللحمه نزلت الميه بتاعتها، بنسيبها تنزل الميه على مهلها خالص. اهم حاجه ما نزودش الميه، ولو اللحمه بتاعتك ناشفه ما نزلتش ميه ممكن تزودي لها انت شويه ميه وتغطي عليها. وعندي العيش الصاج، زي ما انتم شايفين العيش الصاج كبير، انا قسمته نصين. انا حبيت اعمل برضو العيش ما يكونش مليان قوي، يعني يبقى طبقة بسيطة جدا، لكن اللي حابب يعمل العيش كامل على بعضه ما يقسموش، هتبقى برضو حلوة معاه، يتنيه ويكمل معانا. اللحمه زي ما انتم شايفين كده ابتدت تدخل في السوا وابتدت تستوي، بسيبها تشرب ميتها، ابتدت تشرب ميتها وبترجع تاني تتحمر، انا عايزاها ترجع تاني وتتحمر معايا. زي ما انتم شايفين كده بقت تحفه، اخدت لون. ممكن نوقف عند الخطوه دي كده وتبقى جاهزه عندنا وطعمها تمام، وبنتاكد ان هي استوت من ان احنا نمسك واحده وندوقها ونلاقيها ان هي بقت طريه. هبتدي بقى انزل عندي هنا بالطحينه، انا بحب احط الطحينه على الشاورما، يعني نص الكمية بحطها على الشاورما، بتدي طعم خطير، والطحينة كده بتمسك مع الشاورما وبتكون متغرقة. انا بحب الطحينة تبقى مع الشاورما، ممكن انتوا تخلوها كده وتحطوا الطحينة في الساندوتشات. انا حطيت نصها على الشاورما شخصيا اللحمة، وبشوحها كده تقريبا دقيقة، ما بنطولش. خلاص مادام اللحمة عندي بقت طرية وخلاص اتأكدنا من سواها، خلاص مش هنحتاج ان احنا نقعدها تاني. وكنت مقطعة طماطمتين عندي هنا مكعبات، هقلبهم برضو. الطماطم ما بتتسابش كتير، يعني هي دقيقة. وفي اخر دقيقة خالص قبل ما نقفل بننزل شوية من البقدونس، رشة من البقدونس، وكتروا طبعا. اللي حابب يحط بصل، انا ما حطيتش بصل، اللي حابب يحط بصل يحطه بصلايه كده ويقلب. وكده الشاورما عندنا بقت جاهزه، ريحتها خطيره جدا جدا، هتعملوا منها احلى سندوتشات. كده الشاورما جاهزة عندنا. بنزود بعد ما بنقفل النار كمان شوية من البقدونس عشان يبقى نكهته قوية. وعندي هنا حضر كمان لفت كان جاهز عندي، وخيار مخلل، وحطوا اللي انتوا عايزينه، يعني عشان انا حبيت اعمل ساندويتش مصري على سوري فحطيت لفت وطحينه. هحط اول حاجه على نص رغيف الطحينه في النص كده، بعد كده شويه من اللفت وشويه من الخيار المخلل، وهنزل عندي بقى بالشاورما الخطيره. لازم تجربوها بجد، طعمها كان خطير. وهنزل عندي هنا بعمل صف. انا كان بس واجهني شويه مشاكل هقولها لكم معايا كده في الساندويتش ده. انا العيش الصاج اللي انا كنت جايباه ده خفيف جدا رقيق جدا، انا ما كنتش عايزه العيش يبقى كتير في الساندوتش، فخليته رفيع بالشكل ده وقفلت عليه بالجناب. وبعد كده هبتدي اقفل الرول عندي. بس انا بقى قابلتني مشكله وانا بعمل الساندوتشات دي، هعمل تاني ساندوتش معاكم النص التاني، ولو في قطع مش مشكلة، هو كده كده هيتلف على بعضه، فالقطعة دي مش هيكون فيها مشكلة. هنحط الشاورما برضو بالطول مع الطحينة مع الخيار المخلل ونلف. ناخد بالنا ان احنا ما نخليش كل حاجة فيها ملح، يعني لو لقينا الشاورما عندنا مملحة ما نحطش الخيار المخلل ولا اللفت. وبعد ما عملت عندي الساندوتشات وجهزتهم، عندي هنا بقى مشكلة قابلتني وانا بسويهم. جهزت عندي السندوتشات، لازم نجهزهم عشان كله يطلع مع بعضه او نعمل حبة وحبة. وفي الصينية عندي هنا سخنتها كويس جدا ما تكونش بتلزق، وهرش رشة من الزيت بسيطة، او ممكن رشة زبدة زي ما انتوا تحبوا، معلقة صغيرة كده من الزبدة ورشة من الزيت علشان يبتدي ياخد التحميرة بتاعة العيش. هنا بقى واجهتني المشكلة ان الطحينة مع العيش، كان العيش انا ما كنتش عايزاه يبقى كتير فخليته رقيق جدا، فالعيش ممكن يتفتح معاكم. لو انتوا مش عايزين العيش يبقى رقيق وعايزين العيش يبقى كتير، اعملوا رغيف كامل على ساندوتش واحد. زي ما انتوا شايفين كده طلع فظيع. اتفتح بس مني حاجة بسيطة علشان اللحمة مع الطحينة ما مسكتش كويس، وبنحط الجهة الاولانية اللي هي بتبقى من تحت اللي هي تقفل العيش على بعضه. هو طلع خطير جدا، طعمه جميل. لو عايزين يبقى العيش اكتر ممكن تعملوا رغيف على الساندوتش واحد، لكن انا حبيته يبقى بسيط وطلع فعلا جميل جدا، لان انا بتضايق من العيش الكتير الصاج مش شاورما وكده.
هو طلع ده المعادلة الصح جدا، وممكن نعمله في عيش كايزر او ممكن مع شوية رز او مكرونة، هتطلع طعمها جميل جدا. ويمكن فعلا كانت من احلى الشاورمات اللي انا كلتها، مظبوطه وبالعيش الصاج اللي انا بحبه، خفيف وجميل وطعمها البهارات بتاعتها مظبوطه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مشتركش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. وشكرا لمتابعتكم الجميله.